حبايب طبطوبة، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات وانتوا وانا ما وحشتكوش. لو وحشتوني اعملوا قلوب في تعليقاتكم. تمام. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الفطير، فطير الطاسه السريع، مش هياخد مننا مجهود وهيتعمل بسرعه. اول حاجه نسمي ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما يعرفنيش، انا فاطمه خليل، ودي قناتي قناه ماما طمطومه اكلات ووصفات. يا ريت اللي مش مشترك يشترك، واللي مشترك يعمل لي لايك وكومنت، واللي هيشترك يدوس على الجرس علشان يوصله كل جديد. تمام. يلا بينا. ده كيلو دقيق، انا هشتغل على كيلو دقيق. ده كيلو دقيق يا دوبك، انا حايشه منه بس شويه دول عشان ايه؟ التبطيط. هجيب حاجه كده واسعه شويه. هعمل ايه الاول؟ هفضي طبعا الدقيق الميه بتاعته على حسب الدقيق، فانا هفضي الاول كده شويه ميه كتير، وهحط الكيلو دقيق هحط 3 معالق سكر بس مش مليانين قوي، وهنحط له معلقه ملح برضو مش مليانه قوي، وهنقلب بقى الملح والسكر بتاعنا كده بالشكل ده. وبعد ما يدوب هننزل بالدقيق بقى بتاعنا، كيلو الدقيق بتاعنا. هنبتدي نقلب فيه كده، ولو احتاجنا ميه واحنا بنعجن هنبقى نزود. يعني الاول حطي شويه ميه صغيرين وبعدين زودي براحتك. نعجن بقى بايدينا عشان ايه؟ بسم الله. الفطير بقى لازم يتعجن حلو، يعني اقل حاجه تعجنيه 10 دقايق كده او ربع ساعه، لغايه اما العجين يسيب ايدي. هو تقريبا كده انا مش عاوز ميه تاني، كميه الميه اللي انا حطيتها حلوه. في الاول كده هيبقى بيلزق في ايدك شويه، بس بعد كده هيتعجن حلو معاكي. ممكن بقى لو انت بتعجني ولقيتي برضو عمال يلزق بقى منك كده ومش عارفه تعجنيه، تقبلي ايدك كده حاجه بسيطه ميه تعجني، بس حاجه بسيطه، يعني تحطي ايدك بس وتعمليها كده. بقى وشه بس كده شويه زيت بس عشان خاطر ايه؟ ما يلزقش في الكيس. هنغطيه بقى الكيس كده، هنسيبه كده يستريح مثلا بتاع ربع ساعه عشان يتفرد معايا. في الوقت ده هكون انا بحضر ايه؟ يعني حوالي مثلا كوبايه زبده كده هسيحها، او نص كوبايه زبده على نص كوبايه زيت. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما العجينه بتاعتنا اهي استريحت. بسم الله بسم الله. طبعا انا حاطه هنا رشه دقيق كده، هنرش كمان هنا. بصوا بتفرد على طول، والعجينه عامله زي الاستيك في ايدينا. افردي بقى بالمردانه. على قد ما تقدري تفرديها فردنا كده. هنجيب بقى دي نص كوبايه زبده على نص كوبايه زيت، ادهنيها بقى كويس. بعد ما مليناها كده كويس هنبتدي نرولها بالراحه كده.
حاولي بقى ايه تظبطي السمك بتاعها. هنبتدي بقى نقطع. دي هتبقى فطيرة متوسطة. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا من هنا كده دهنة زبدة بسيطة، ونبتدي بقى نرص فيها الفطير بتاعنا. طبعا مش هينفع ان انت تعملي فيها حاجة دلوقتي، لازم تتساب شوية في التلاجة وبعد كده نبتدي نشتغل فيها. هحطها في التلاجة نغطي وشها بالكيس وبعدين نبتدي نشتغل فيها بعد ما ايه تستريح قيمة 10 دقايق كده في التلاجة. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما سبت العجينة في التلاجة حوالي 10 دقايق. يبقى هنفردها كده. طبعا انا رشيت تحتها برده شوية دقيق. افرديها على قد ما تقدري تفرديها. هندهنها برده كده زبدة. هنبتدي ان احنا ايه نقفلها بقى على بعضها. بعد ما عملنا الفطير كله اهو نحطه بقى في الصينيه كده بتاعتنا وهنروح بقى على البوتاجاز عشان هنخبزه في الطاسه. حطينا كده الطاسه على النار، حطينا فيها برده حته زبده. هنجيب بقى اول فطيره نفردها بقى كده في الطاسه. هنخلي النار هاديه وهنغطي بقى ايه الطاسه عشان ايه الفطيره تقب كده. تقلبي بقى بعد شويه كده اهي. خلي النار ايه متوسطه. هي كده بقت ايه تمام. بصوا شوفوا الفطيره بتحب ازاي بجد. بصوا بصوا ازاي بجد. اهم حاجه ان انتوا تخلوا النار وسط وبعد كده تهدوا النار عشان تستوي، بس تقب كده تخلوا النار وسط الاول. حبيب طمطومه بصوا 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 بسم الله ما شاء الله. كيلو دقيق عمل ما شاء الله 10 فطاير. شوفوا حاجه جميله. و10 فطاير ايه يعني الفطيره دي بتتباع دلوقتي ب 10 جنيه تقريبا او ب 15 وكمان مش زي دي يعني حاجه جميله جدا. شوفوا بصوا نشوف كده التوريقه. بصوا التوريقه بصوا الله. بصوا التوريقه طبعا تحفه. يلا جدعاني كيلو دقيق اعملي لك بيه 10 فطاير زي العسل واملي بيتك خير وريحه الخبيث كده. يا رب يكون وصفه الفطير النهارده عجبتكم وتعملوها، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات طمطومه. مع السلامه.